السلام عليكم يا حبايبي. أنا أماني محمد. النهاردة إن شاء الله هقول لكم على الطريقة الصحيحة لتمليح السردين البلدي. هتاكلي سردينة ملحها مظبوط وكمان معمولة بطريقة صحيحة وطريقة سليمة وصحية كمان. شايفة شكل السردين معانا؟ ما شاء الله، بتفتحيه بمنتهى السهولة. شايفة القوام بتاعه؟ ما شاء الله، تحفة تحفة، وتحس ان السردين هينطق من كتر حلاوته ونظافته. يلا بينا اذكروا الله وصلوا على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام، وتعالوا نشوف الطريقة بالتفصيل. بس في البداية كده انا عايزاكي تشوفي شكل السردين بتاعنا عن قرب. ما شاء الله، انا معايا 2 كيلو ونص من السردين البلدي، وزي ما انت شايفة ما شاء الله هو بيتكلم عن نفسه. يعني ايه؟ يعني السردين بتاعنا لازم يكون طازة، لازم يكون طازة. شايفة شكله ما شاء الله، قوامه ماسك نفسه وشكله بيلمع وريحته حلوة قوي. طبعا السردين الطازة بتبقى ريحته معروفة، ريحته بتبقى حلوة، وكمان الحباية ما تبقاش منفوخة. شايفة شكل السردين بتاعنا؟ اول خطوة هنعملها هناخد السردين بتاعنا ونروح عند الحوض. هغسل السردين بتاعي وهصفيه من المية في المصفى دي. باخد 3 ب3 كده من السردين بتاعي واغسلهم تحت المية كويس جدا، وبعد كده بحطهم في المصفى. بس بحطها في المصفى بحيث تكون راس السردينة لتحت، يعني بوقف السردينة بالمقلوب في المصفى زي ما انت شايفة معايا كده بالشكل ده. وادي السردين بتاعنا بقى زي الفل، منتهى النظافة. اخدت السردين بتاعنا وحطيته على طبق بالشكل ده علشان يصفي اي مية موجودة فيه، وسبته حوالي ساعة. يا اما بقى تغطي السردين بتاعك ده بكيس علشان مش عايزين اي حشرات تقف عليه، يا اما تسلطي عليه مروحة علشان مفيش اي حشرات تقف عليه، ودي حاجة مهمة جدا. وهنا بقولك شايفة السردين ناشف معايا من المية ازاي؟ السردين لما بيكون ناشف بالشكل ده اثناء فترة التمليح ما بيعملش اي روايح وحشة. هنركنه على جنب بقى، وتعالوا نعمل الخلطة بتاعتنا. شوفي يا ست الكل، كل كيلو من السردين له معلقتين كبار مليانين من الملح. يعني انا هعمل 2 كيلو ونص من السردين، هحط لكل كيلو معلقتين من الملح، يبقى هحط 5 معالق من الملح. واستعملت ملح الاكياس الخشن، وضفت عليهم معلقة صغيرة من الشطة، والشطة هنا مهمة جدا لانها مادة حافظة. وضفت كمان معلقتين صغيرين من البابريكا علشان تدي نكهة ولون للسردين بتاعنا يكون لونه حلو قوي. وعلى طرف المعلقة ضفت حاجة بسيطة من الكركم، وزي ما انتوا عارفين الكركم مادة حافظة كويسة جدا. ممكن كمان تضيفي معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة لو تحبي، بتدي نكهة حلوة قوي للسردين. هنقلب الخلطة بتاعتنا ويلا بينا نجهز العلبة اللي هنملح فيها. العلبة بتاعتك لازم تكون نظيفة وناشفة تماما، ما فيهاش ولا نقطة مية. والكيس اللي هملح فيه لازم يكون أول استعمال، يعني هاتلك كيس أو كيسين، الكيس بجنيه. هرش رشة من الخلطة بتاعتنا في أرضية العلبة بالشكل ده، وهبدأ أرص السردين بتاعي. هنرص السردين بتاعنا بنظام بالشكل ده، ولازم تلبسي جوانتي علشان الشطة وايدك يا ست الكل. ولما ارص اول طبقة من السردين بتاعنا هرش رشة من الخلطة اللي عملناها، بحيث ان كل حبات السردين تتغطى من الخلطة اللي عملناها. بعد كده هرص الطبقة التانية، وخلي بالك بقى الطبقة التانية بتبقى عكس الطبقة الاولى، يعني راس في ديل. كل ما ارص طبقة هرش عليها شوية من الخلطة اللي عملناها. ولما برص تقريبا نص كمية السردين بحب اعصر ليمون. الليمون طبعا مادة حافظة وكمان بيشيل الزفارة. يعني انا هنا رصيت نص الكمية تقريبا، ورشيت رشة من الخلطة، وعصرت ليمونة كبيرة. بعد ما بعصر الليمون بحط القشر مع السردين، لكن هنا انا ما حطيتش القشر لانه ليمون اخضر فخفت يمرر معايا السردين. لكن لو الليمون اصفر انا بحط القشر عادي جدا، وبيبقى حلو قوي وبيشيل اي ريحة زفارة في السردين. بعد ما رصيت الكمية بتاعتي كلها وحطيت اخر شوية من الخلطة، حسيت ان اخر شوية كانوا قليلين، جبت رشة بسيطة كده من الملح في ايدي ورشيتها على وش السردين. وكمان هعصر ليمونة كبيرة على الوش بالشكل ده. وخلاص كده انا خلصت كل الكمية بتاعتي. ومعايا كمان نص كوباية من الزيت هرشها على الوش بالشكل ده. الزيت مادة حافظة وكمان هيمنع وصول الهواء للسردين، ده غير انه بيطري السردين معانا جدا. بعد كده هنقفل الكيس بتاعنا، ولازم نخرج الهواء كويس جدا من الكيس بتاعنا، لازم ما تسيبيش الكيس منفوخ. وهربط الكيس بتاعنا بالشكل ده حلو قوي كده،
وهقفل عليه العلبة، وكمان هحط العلبة في كيس اسود علشان انا عايزة اعمل لها جو مظلم. حطيت العلبة في الكيس بالشكل ده وربطتها، وكمان على فكرة انا غطيتها عندي بقماشة كبيرة، لفيت العلبة في قماشة كبيرة علشان انا مش عايزة اي ناموس او هاموش يوصل للعلبة بتاعتنا، مش عايزة اي حشرات توصل لها. واحفظيها بقى في كرتونة او في ضلفة المطبخ او في فرن البوتاجاز عندك، في اي مكان يكون مظلم. فترة التمليح بتاع السردين بتكون 7 ايام، لكن بتختلف من وقت للتاني حسب درجة حرارة الجو. يعني الجو لو حر قوي بتفتحي عليه من 4 ل5 ايام، لكن الايام دي درجة الحرارة متوسطة، مش برد قوي ومش حر كمان. انا فتحت على السردين بتاعنا بعد مرور 6 ايام بالضبط. ملحته يوم 17 رمضان وفتحت عليه يوم 23 رمضان بالضبط، وما شاء الله أثناء فترة التمليح ما كانش فيه أي روائح كريهة للسردين بتاعنا. وهنا أنا بنقل السردين من العلبة بتاعته علشان أوريلك إزاي كل حباية من حبات السردين ماسكة نفسها ومستوية، وقد ايه لونه وريحته جنان. وزي ما انت شايفة هو نزل كل السوائل الموجودة فيه، وده دليل على نجاح السردين بتاعنا. الله على ريحة السردين وجمالها وقوام السردين بتاعنا، شايفين جماله ما شاء الله. وتعالوا بقى افتح لكم واحدة علشان نشوف السردين بتاعنا قد ايه طري وشكله حلو قوي من جوه. السردين بتفتحيه بمنتهى السهولة، السردين مستوي معانا، وشايفة العضماية اللي في النص دي بتشيليها بمنتهى السهولة، وده دليل على انه مستوي كويس جدا. ملحوظة بقى يا ست الكل، ما دمتي فتحتي على السردين يا اما ان هو هيتاكل في نفس اليوم، او هتحطيه في اطباق وتغلفيها وتشيليها في الفريزر عندك، واليوم اللي تحبي تطلعيها فيه للاكل طلعيها من بدري علشان تفك معاكي. انا كنت عامله 2 كيلو ونص وقسمت الكميه على طبقين، قسمتها على اكلتين لان الكميه دي كبيره علينا. بس صراحه السردين كان طازه وشكله حلو قوي وعجبني، علشان كده اشتريت بزياده وجبت 2 كيلو ونص. السردين طالع معانا ملحه مظبوط وطري جدا، اما عن شكله احكم انتي بقى يا ست الكل. شايفه الجمال ما شاء الله. يا ريت بقى لو وصلتم معايا لهنا ما تنسوش لايك للفيديو لو عجبكم، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. والسلام عليكم.